حلقتنا اليوم عن فيلم الحرام إنتاج 1965 وإخراج هنري بركات. والفيلم مأخوذ عن رواية ليوسف إدريس بنفس الاسم، وكتب لها السيناريو الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة. السؤال المهم اللي بيطرحه الفيلم والرواية هو إيه هو الحرام؟ هل الحرام إن عزيزة تحمل سفاحا بعد حادث اغتصاب وتخفي حملها ولما تولد تقتل مولودها بالخطأ؟ ولا الحرام هو انعدام العدالة الاجتماعية والفقر اللي بيعاني منه الفلاحين اللي زي عزيزة وجوزها وغيرهم من عمال التراحيل، والظروف الغير آدمية اللي بيشتغل فيها الناس دول، وعدم وجود حد أدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية كانت تقدر تساعد عبد الله جوز عزيزة لما أصيب بالبلهارسيا؟ ولا الحرام هو قسوة الناس؟ احنا بنشوف اهل القرية الفلاحين بيوصفوا الفلاحين اللي زيهم الاغراب اللي جايين يشتغلوا في عمل موسمي ان هم ملهمش اخلاق ولا دين، رغم اننا بنشوف ان اهل القرية نفسهم مش ملايكة وعندهم مشاكل. هنلاقيهم بيشكوا لما لقوا مولود ميت يتساءلوا: هل ده ابن مرات البوسطجي اللي فيه كلام عليها انها بتستقبل رجالة وجوزها غايب؟ او هل ده له علاقة بموظف من الافندية اللي شغالين في القرية معروف انه بيجيب ستات في بيته؟ احنا بنشوف اب بيشك في ابنه انه مسؤول عن الواقعة، واب اخر بيشك في بنته انها مسؤولة لانه بيشك ان في احتمال انها لعلاقة بشاب اخر مش من نفس ديانتها. ايه هو الحرام هنا؟ الفيلم والرواية اللي اتاخد منها بيشوفوا الحرام من وجهة نظر اكبر واوسع. الحرام مش اللي عملته عزيزة من إخفاء حملها نتيجة اغتصاب وقتلها لابنها بالغلط، لكن الحرام هو الفقر المدقع وانعدام العدالة الاجتماعية اللي تسببت في مأساة عزيزة وبتخلي الناس يشتغلوا في ظروف غير آدمية، مع قسوة الناس اللي تخليهم يقسوا على من هم في مكانة أضعف منهم ويحكموا عليهم ويدينوهم أخلاقيا وهم أنفسهم مش منزهين عن الخطأ ومش خاليين من العيوب. هو ده الحرام من وجهة نظر الفيلم والرواية اللي عبر عنها سيناريو سعد الدين وهبة كويس قوي. السيناريو وصل لنا ده بشكل بعيد عن الخطابة والمباشرة، ادانا صورة بانوراما للمجتمع اللي بتدور فيه الأحداث بكل تفاصيله. شفنا الناس في بيوتهم وفي شغلهم وفي أحاديثهم الخاصة، وشفنا قصص لشخصيات متداخلة في الأحداث زي قصة مسيحة إلبش كاتب وأخوه المعاق ذهنيا وعلاقتهم ببعض، وبنته ليندا اللي متخوف انها تكون ام المولود عشان شكوا انها على علاقة بابن الناظر، وقصة الناظر اللي بيشك في سلوك ابنه الشقي. كل ده في صورة كبيرة واسعة، بانوراما نتأملها وتخلينا نتساءل ونفكر، وعن طريق ده توصل لنا الفكرة الرئيسية اللي بيدور حواليها الفيلم، اللي هي مفهوم الحرام. السيناريو سرد القصة مش بترتيبها الطبيعي، هو ابتدى من نص الأحداث. الأول بنشوف عمال الترحيلة إزاي يتم جمعهم، بعد كده اكتشاف الوليد المقتول وتساؤل الناس عن مين المسؤول وتحويل عمال الترحيلة المسؤولية وقسوة أهالي القرية عليهم، واكتشاف أم المولود عزيزة وهي في حالة حمى. وده بيعمل تشويق، ايه قصة المولود ومين امه، ولما نعرف الام نتشوق نعرف ايه قصة الست دي. بعد كده نرجع فلاش باك لاول الاحداث ونشوف عزيزة وجوزها عبد الله وحياتهم من اول ما اتجوزوا وكفاحهم عشان يعيشوا اليوم بيومه، وبعدين مرض عبد الله اللي خلاه غير قادر عن العمل، وعزيزة تشتغل وحدها عشان تصرف على أسرتها، واغتصاب عزيزة وحملها ومحاولات الإجهاض وإزاي خبت حملها وولادتها ووفاة المولود، وإزاي أهل بلدها قرروا إنهم يساعدوها ويداروا عليها عشان هي أختهم ويستروا عليها لحد ما تنكشف الحكاية لأهل البلد. هنا نرجع للنقطة اللي وقفنا عندها ونشوف أهل البلد لما يشوفوا عزيزة في مرضها وتعبها وتصعب عليهم يتعاطفوا معاها ويكلموا العمال ويكتشفوا إنهم زي بعض، ونشوف أهل البلد اللي كانوا في منتهى القسوة كلهم بيتكاتفوا سوا عشان يساعدوا عزيزة، ونشوف مواقفهم إزاي بتتغير. بنشوف جانب الخير بيظهر فيهم. الفيلم بينتصر ان البشر جواهم خير وطيبة بتظهر في النهاية، وده يدينا امل في البشر وفي الناس، لكن رغم كل ده تموت عزيزة والكل يحزن عليها ويساعده في دفنها.
اسلوب سرد ماسك نفسه مترتب صح رغم انه ابتدى من نص الاحداث. سيناريو رسم الشخصيات بشكل مظبوط، وردود افعالها وتفاعلها مع الاحداث منطقي زي شخصية الناظر ومسيحة البشكاتب. واهم حاجة ان السيناريو رسم صح تحول موقف الاهالي من عزيزة وعمال الترحيل بشكل منطقي ومظبوط ومبرر جدا. سعد الدين وهبة عمل لنا سيناريو كويس ومعالجة جيدة لرواية يوسف إدريس. طيب بركات عمل إيه في الفيلم ده؟ قلنا إن السيناريو بيدي صورة بانورامية للمجتمع اللي بتدور الأحداث فيه. بركات عبر عن ده بالصورة بإنه ركز على اللقطات الكبيرة الواسعة اللونج شوت عشان يصور لنا البانوراما دي. لقطات بتدينا تفاصيل كتير تنقل لنا صورة الحياة في المجتمع ده، ومش بس في اللقطات الخارجية لكن حتى في اللقطات الداخلية اللي جوه البيوت، وهو بينقلنا لعالم آخر بيعرفنا تفاصيله. لذلك اعتمد على اللقطات الكبيرة الواسعة كتير، وعمل تكوينات معبرة جدا في المشاهد اللي فيها مجاميع عبرت عن حياة الناس ومعاناتهم من الفقر، والتكوينات اللي في اللقطات اللي بتجمع بين عبد الله وعزيزة بعد ما عبد الله يتعب ويصيب بالبلهارسيا، وكل ده مع إضاءة هايلة لمدير التصوير ضياء الدين المهدي. مشهد لعبد الله وعزيزة وهم منتظرين يركبوا اللوري مع عمال الترحيل، وفي راجل يترفض انه يتاخد عشان كبر سنه. التعبير اللي على وش عبد الله وعزيزة ساعتها كان تمهيد لتكرار المشهد ده بعد كده مع عبد الله لما يمرض. لقطات محاولات عزيزة إجهاض نفسها في استغلال للإضاءة والمونتاج، مشاهد صعبة في التصوير على الشاشة ومؤلمة وما اتعملتش قبل كده. مشهد الولادة ده كان رهيب، بيبتدي بلقطة كبيرة عزيزة متجهة ناحية شجرة وصوت غناء الفلاحين معانا، ولما توصل الشجرة تدخل موسيقى تصويرية، ومع تزايد آلام الولادة إيقاع المزيكا يعلى، وتبتدي اللقطات تبقى قريبة وقطعات بين لحظة الولادة مع لقطات غناء ورقص الفلاحين. تحصل الولادة، تقف الموسيقى ويستمر صوت غناء الفلاحين، ونسمع صوت المولود يطلع، وبالتدريج يختفي صوت غنى الفلاحين ويكمل صوت الطفل، وتحاول عزيزة انها تكتم صوته عشان محدش يعرف، تقوم تقتله بالخطأ. هنا ترجع الموسيقى تاني بإيقاع طبول، عزيزة تسيب المكان وتمشي وترجع للقطات الكبيرة اللي ابتدى بيها المشهد. مشهد فيه كل حاجة عالية، موسيقى هايلة لسليمان جميل، هندسة صوت عبقرية من نصري عبد النور، وإيقاع مونتاج مظبوط من رشيدة عبد السلام، وكل ده تحت قيادة مايسترو عظيم اسمه هنري بركات. مشهد لما أهل القرية يبتدوا يتعاطفوا مع عزيزة ويشوفوها وهي تعبانة وتتألم، ونشوف التعاطف على تعبيرات وشهم وإزاي موقفهم بيتغير، ولما عزيزة تحت تأثير الحمى تجري تنط في الترعة بنشوف الناس دول بيتدخلوا لإنقاذها، وواحد منهم بيقلع جلبيته ويديها لها. بركات عمل تكوينات وحركة ممثلين هايلة فيها تحريك مجاميع مع مونتاج هايل رشيدة عبد السلام. بركات برع جدا في استخدام المجاميع في الفيلم ده في مشاهد كتير، ومش أي مخرج يعرف يتعامل مع المجاميع، لكن بركات قدر وببراعة. عندنا مشهد وفاة عزيزة لما تجري للشجرة اللي مات عندها ابنها مع موسيقى بإيقاع سريع، واللقطة كبيرة لونج شوت والناس عاوزة تلحقها، والكاميرا بتتحرك بان بالعرض تورينا الناس اللي جايين من كل اتجاه عشان يلحقوها، لحد ما توصل الكاميرا للقش اللي مات عليه الولد تحت الشجرة. هنا تقف الموسيقى وقطع عزيزة بتلقط في المكان اللي ابنها مات فيه، وهنا بنشوف آخر تعبير على وش عزيزة، ابتسامة فيها راحة إنها اجتمعت مع ابنها أخيرا، وقطع للونج شوت رائع، لقطة كبيرة من بعيد للشجرة والناس ملتفة حواليها. تاني بركات بيبين لنا إنه مايسترو هايل بيخلق حالة من التناغم في مشهد بيجمع بين عناصر كتير مختلفة في مشهد صعب جداً. بعد كده مشهد معرفة الفلاحين موت عزيزة وتوقفهم عن العمل واللقطات اللي قريبة على وشوشهم، فده كان ما يتوصفش في روعته وتأثيره. وفي مشهد
لما أهل البلد يقسوا على عمال الترحيل ويرفضوا يبيعوا لهم، بنشوف لقطات متتالية لشخصيات من أهل البلد. أهل البلد بيشكوا في الشخصيات دي إنهم بيعملوا الحرام، لكن مش بيهاجموهم زي عمال الترحيل الغلابة. مشهد بيعبر لنا عن التناقض والكيل بمكيالين عند بعض الناس أحيانا. اتكلمنا عن إدارة الممثلين. أهم حاجة عملها بركات هي استغلاله لصغار الممثلين والكومبارس. لقطة لوش فلاح صعبان عليه عزيزة وهي تعبانة، لقطات وجوه الفلاحين في الغيط لما سمعوا خبر وفاة عزيزة. بركات قدر يطلع منهم تعبيرات عالية جدا. وعندنا ممثلين أدوار صغيرة طلع لهم أداء عالي في ظهورهم البسيط. زكي رستم ناظر العزبة الصارم اللي الفلاحين بتخاف منه لكنه إنسان، لما يلاقي عزيزة ويسمع قصتها وشايفها تعبانة ويقول بس هي تموت كده، ويقرر إن أجرها يمشي كأنها شغالة بالظبط. عندنا حسن البارودي في شخصية مسيحة، وده لازم نقف قدامه لأنه أكتر شخصية بيحصل لها تحول من موقفه من عزيزة من النقيض للنقيض. هو قدر يعمل التحول ده بشكل هايل ومنطقي. حسن البارودي ممثل لم ينال التقدير الذي يستحقه. فاتن حمامة كالعادة متمكنة مع مخرجها المفضل اللي عملت معاه الباب المفتوح ودعاء الكروان. بتعمل دور مختلف في مشاهد مفيش ممثلة عملتها قبل كده، زي مشهد الإجهاض والولادة والوفاة. ولحد ما يمر تلت الفيلم الأولاني هي مش بتظهر، وفي باقي الفيلم ليها مشاهد هي فاقدة الوعي فيها. والفيلم عن نص أدبي مش سهل وقصة حزينة، لكن بتعملها بمنتهى الشجاعة وبأداء عالي. هي كانت وصلت لقمة النضج والخبرة، وأظن أن اختيارها أنها تعمل فيلم الحرام يخلينا نفهم ليه فاتن حمامة اتقال عليها سيدة الشاشة العربية. لما نشوف تترات الفيلم مش هنلاقي اسمه مهندس ديكور، لكن مكتوب ان جميع المشاهد اتصورت في بيئتها الطبيعية، مفيش ديكورات، تصوير في بيئة ريفية بجد. لكن رغم كل ده اتعمل حركة كاميرا وممثلين صح وإضاءة كويسة. التصوير في الأماكن الطبيعية في الداخلي والخارجي والاستعانة بأهالي القرية في موقع التصوير في المجاميع ادى مصداقية للفيلم، وفي بعض اللحظات هنشعر إننا أمام فيلم تسجيلي. الموسيقى في الفيلم لسليمان جميل، وهي موسيقى فيها طابع شعبي ريفي لعبها عازفي الفرقة القومية للموسيقى الشعبية. كان متماشي جدا مع الأحداث وكانت معبرة خاصة في مشاهد الولادة والوفاة. بركات في الحرام عمل مغامرة كبيرة جدا. فيلم قصته حزينة وتقيلة على القلب، فيها فكرة صعبة لم تناقش قبل كده في السينما المصرية، وهي فكرة الحرام. ايه هو الحرام؟ هل هو اخطاء الافراد اللي بيقعوا فيها في لحظات ضعفهم الانساني، ولا الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية؟ فكرة مش سهلة، وده عبر عنه بركات في نهاية الفيلم لما اهل قرية عزيزة استقبلوا جثتها. لكن بركات كان من الشجاعة والجرأة انه يعمل ده، وجرأته الأكبر كانت في التصوير في الأماكن الطبيعية مع الناس الحقيقيين اللي بتدور حواليهم الفيلم. وعشان كده اتعمل لنا فيلم فريد من نوعه ومختلف وجريء وبيلمس قلوب الناس ومشاعرهم ويخليهم يفكروا في فكرة عميقة ومش سهلة اتعبر عنها بأسلوب سهل جدا. وكل ده خلى الحرام تحفة ليها مكانها الخاص في السينما المصرية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.